أسامة مروة ترد على انتقادات الجمهور والكل مصدوم من تفاعلها. عرس أسامة وشيرين كان ترند بكل معنى الكلمة، وكل تفصيلة فيه كانت تحت أعين المتابعين، من الديكور للفستان وحتى ردود أسامة مروة. اللي ما بيعرف، أسامة نادرا تطلع على السوشيال ميديا، تعيش بكندا وتحب الخصوصية، بس هالمرة كانت جزء من الحدث، وتحديدا من دراما الكومنتات. أحد المتابعين كتب تعليق ينتقد فيه عدم ارتداء كنات العائلة الحجاب، وأن العرس مختلط، وسأل وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصادم رد أسامة كان مباشر وهادئ بنفس الوقت ورقي جدا، وكتبت لا تنسوهم من الدعاء. وبعدها تفاعلت مع تعليق تاني من المتابع سأل ليش معاذ أخو أسامة ما حضر العرس، وهون فسر الجمهور تفاعلها كتأكيد غير مباشر أنه السبب ديني، بما أن معاذ معروف بكونه ملتزم ورافض لحفلات مختلطة حسب ما تم تداوله من إشاعات من طرف الجمهور. هل كان من الأفضل أسامة أنها ترد؟ وهل فعلا معاذ غاب عن عرس أخوه بسبب الدين، ولا في سبب تاني عم يتخبى؟ هون عنا ايفون 14 هون ايفون 15 برو ماكس شو الفيرجن هذا عندكم؟ يعني ايش رايك اصدار اجدد؟ شافوا كل شيء صار غلط، صار تعدل. والله هون حبيبي والله نورت فرق اسبانيا. اي والله بيت مروه. اسبانيا ايطاليا فرق. انت شو جاب بالك، ايطاليا ولا ايطاليا؟ ايطاليا خلاص، هي فرق ايطاليا. هون فرق دبي. هلا غالي. صراحة بس وعدك أن تجمع عليك وخليك اليوم بحياتك أحلى من الليلة. طبعا كل يوم بتخلي شيرين أمارة when you're married.